لو بتلاحظي إن الجلد حوالين مناخيرك بيقشر كل شوية ده مش جفاف عادي، دي أول علامة من علامات الإكزيما الدهنية، والسبب غالبا فيها بيكون حاجة اسمها ملاسيزيا. دي حاجة بتعيش على الجلد بصورة طبيعية بس بكميات معينة، لكن لأسباب معينة ضعف المناعة أو ستريس أو أسباب تانية كتير الكائن دوت اللي اسمه ملاسيزيا بيكتر بكميات رهيبة جدا. العلاج بتاع الإكزيما الدهنية بسيط بس لازم نمشي صح. أول حاجة إن إحنا هنستخدم شامبو فيه كورتيكونازول 2% زي نيزورال نيزابيكس. تاني حاجة إن إحنا نستخدم غسول مضاد للفطريات زي ساينوبار أو سيباميد كلينزنج بار. وطبعا لازم نستخدم كريم موضعي للفطريات زي كيتوديرم دوت حوالي ب20-30 جنيه. لكن لو في التهاب شديد جدا لازم نستخدم كريم مضاد للالتهابات زي إليدل، ده نستخدمه لمدة 5 أيام بس، ندهنه مرتين في اليوم. شامبو هنغسل بيه وشنا مرة أو مرتين في الأسبوع وهنسيبه 3-4 دقايق وهنشطفه، لكن الصابونة دي هنستخدمها يوميا، والكريمات اللي أنا قلت عليها هنستخدمها مرة أو مرتين في اليوم.